يا مساء الخير على كل الناس الحلوة اللي شايفاني وسمعاني دلوقتي. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي أولادنا يستاهلوا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو التطوع، وإيه أهمية التطوع لأولادنا وإيه أهميته في إن هم يأثر عليهم بالطاقة الإيجابية ويأثر على نفسيتهم، وإزاي يقدروا إن هم يساعدوا بعض وإزاي يشاركوا في الأعمال الخيرية. كل ده أكيد بيأثر على أولادنا، بس هرجع وأقول إن هم مش هيقدروا يعملوا كل الحاجات دي من غير ما إحنا كأب وأم وأسرة نكون قدوة حلوة ليهم. يعني ما ينفعش أكلمهم عن التطوع والأعمال الخيرية وإزاي إن هو يحوش مصروف علشان خاطر يشارك بيه في تبرع، وأنا كأم مش بعمل كده قدامه. ممكن كمان اكون قدوه ليه حلوه في ان انا ابتدي اشوف ايه بعض الملابس اللي انا مش هستخدمها وابتدي اتبرع بيها او اقدمها لبعض الجمعيات الخيريه، واخليه هو كمان يشاركني في ده من وهو صغير. لان دايما غرس الحاجات البسيطه دي في اولادنا من وهم صغيرين بيأثر عليهم نفسيا وسلوكيا، وهيعلموا ان هو ازاي ما يكونش طفل اناني ويكون محب للمشاركه. ودايما بنقول ان احنا لازم نعلم الاخوات ان هم يشاركوا بعض الالعاب، يشاركوا بعض الاكل، يشاركوا بعض الحاجات الحلوه، وكمان على المستوى الاكبر شويه لازم ان هو يشارك الحاجه بتاعته للاخرين. وبعد كده كل ما بيكبر كل ما ببتدي ان انا اكبر معاه في الموضوع، لان ده زي ما قلت بيأثر عليه نفسيا وسلوكيا. فكل ما بيكبر هبتدي ان انا اعلمه وافهمه واتناقش معاه واشرح له يعني ايه تطوع، وازاي ان انا اقدر اشارك بالحاجه اللي اقدر ان انا اعملها، وازاي ان انا اقدر اساعد الوطن واقدر اساعد الاسره والبلد، والاحتياجات اقدر ان انا اساعد فيها حتى لو كانت اشياء بسيطه. وازاي ان انا اشترك في الجمعيات الخيريه لتقديم بعض التبرعات، وان انا اقدر ان انا اشوف هقدر اعمل ايه واعمله. وكمان دور الاب مهم جدا انه يشجع ابنه او بنته بالايجاب، وكمان ممكن يديله جزء من مصروف زياده علشان خاطر يحطه في الحصاله، ويبتدي ان هو يحوش مبلغ ويروحوا مع بعض اي جمعيه خيريه، ويبتدي ان هم يتبرعوا بالجزء ده. كمان الأعمال اللي بتحصل في الشوارع والحاجات التطوعية الكتيرة والمبادرات ممكن كمان نخلي أولادنا يشتركوا فيها. وكتير برضو من المراكز ذو الاحتياجات الخاصة بتقدم حاجات حلوة جدا وبتشارك الشباب والأطفال إن هم إزاي يساعدوا الأولاد ذو الاحتياجات الخاصة. لما بنعمل لهم رحلات فبنجيب متطوعين من الشباب يساعدوا المشرفين بتوع ذو الاحتياجات، الأطفال ذو الاحتياجات أو ذو الهمم، في ان هم يساعدوا الاولاد، لان هم مثلا بيكون ADHD تشتت انتباه وفرط حركه فبيتحرك كتير، الداون سندروم والاوتيزم والحالات دي شديد الاعاقه او كده، بيحتاج ان هو حد يساعده، فبنختار الشباب المتطوع. معانا مداخله